الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، وهذا هو الدرس السادس من دروس شيخنا المحدث عثمان السالمي حفظه الله تعالى على كتاب السير الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. وقد وقفنا في قول المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، موافقا للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو. نعم. هل وقفنا هنا أو عند قوله وكذلك يوجد في معجم الطبراني من هنا؟ طيب، لعل لنا حصل التباس. طيب، وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط ومسند أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد. نعم، وسلامته من التعليل المفسد. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، فالحافظ ابن كثير في مختصره رحمه الله يقول: ويوجد يعني من الأحاديث الصحيحة التي ليست في الصحيحين، أحاديث صحيحة أو حسنة في هذه الكتب، منها في معجمي الطبراني الكبير والأوسط، وله أيضا كتاب الصغير. يقول شيخنا رحمه الله تعالى: الطبراني له 3 كتب تسمى بالمعاجم. المعجم الكبير قال فهو كالمسند، يذكر الصحابي، فإن كان الصحابي مقلا ذكر حديثه في ترجمته، وإن كان مكثرا ذكر نبذة من أحاديثه في ترجمته فهو كالمسند. أما الأوسط فذكر فيه غرائب شيوخه، وهي الأحاديث التي تفرد بها شيوخه. وأما الصغير فأراد أن يعرف بشيوخه فيذكر من طريق كل شيخ حديثا واحدا، وهذا من بره بشيوخه رحمه الله. ويقولون إنه كان معجبا جدا بالمعجم الأوسط، ويقول: إنني أفنيت فيه أكثر عمري، كانوا يفنون أعمارهم ما يبقى مثلما الآن 3 أشهر أو 4 أشهر ونحو. وخرج لنا عن نسخة قدر 20 صفحة أو كذا، فكانوا يفنون أعمارهم رحمهم الله تعالى في الكتاب، يعني ينقحه ويحاول يذكر أسانيده، الله المستعان. قال: ربما يبقى أحدهم فيه قدر 20 سنة. والمعاجم هذه 3 بارك فيكم، إذا انفرد الطبراني بالحديث فكثيرا ما يكون فيه غرائب وضعف. طيب، لكن إذا كان هذا الحديث عند غيره من أهل المسانيد والسنن فمعروف كثيرا ما يكون صحيحا، لكن إذا انفرد فتجد في النفس من هذا الانفراد يعني شيئا من التردد، إلا يعني إذا رأيت من الحفاظ من يصحح الحديث، وإلا فكثير من رجال الطبراني الذي يتفرد عنهم تجد فيهم ضعفا، والله المستعان. لا نقول كلهم لكن كثيرا. الفوائد يعني في بعض الكتب يسمى
بالفوائد، كأن هذا الإمام الذي جمع هذه الفوائد يجد ماذا سندا مثلا في غاية من الصحة، أو لا يوجد هذا الحديث عند أقرانه فيفتخر بذلك، والله المستعان. وربما بعض الأحيان يكون الفوائد في أحاديث ضعيفة كما ذكر الشوكاني وغيره. فعلى كل حال المتقدمون غالبا ما يريدون بالفوائد التي فيها الصحة، والله المستعان. وقد يجمع بعضهم أحاديث ويسميها فوائد وهي أحاديث معلة ضعيفة غريبة ونحو ذلك، والله المستعان. الأجزاء يعني يكون الجزء ليس بالكبير، وإنما يذكر فيه مثلا 10 أحاديث 20 حديثا، وربما بعض الأحيان يكون الجزء في حديث واحد لكن يذكر فيه الطرق والفوائد، والحمد لله. نعم. شيخنا، هل كتاب الأربعين النووية للعلامة النووي يعتبر أجزاء؟ هو سماه 40 حديثا وهو كالجزء، نعم، لكن قد سمي بهذا 40 النووية وهو يعتبر كالجزء، لكن هم كانوا يسمونه أجزاء بالأسانيد، والله المستعان. مسند أبي يعلى مسند جيد، لكن كثيرا ما إذا انفرد ما يكون الحديث ضعيفا، فكثير ما ساق أحاديث عن عطية العوفي عن أبي سعيد وغيرها من الأحاديث الضعيفة. مسند البزار فيه غرائب كثيرة أيضا، يقول وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فلان، مع أنه صح له أحاديث طيبة في البحر الزخار، وهكذا في الكشف في كشف الأستار الذي انتقاه الهيثمي فيه فوائد وأحاديث طيبة. قال وغيرها من المسانيد، فهناك مسانيد يعني، أما مسند أحمد فهو معروف، فأحاديثه كثيرة تقدم لكم صحيحة، وقليلا ما فيه أحاديث ضعيفة. ومسند الطيالسي أكثره صحيح، ونادر ما يكون ضعيفا. ومسند عبد بن حميد وقد يسمى بالمنتخب فيه أحاديث طيبة أسانيدها نظيفة قريبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما يكون مسند يعني أحاديث عبد بن حميد في المنتخب أو المسند هي موجودة في الصحيحين وفي السنن، الحمد لله. نعم. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو. هنا مسألة: هل يجوز للشخص أن يصحح ويضعف؟ الإمام النووي رحمه الله اختار جواز التصحيح والتضعيف. أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله هو يعني كان انفرد وقال لا نصحح، إنما ننقل تصحيح من سبق، وقيل إنه اضطرب في هذه المسألة. طيب، وعلى كل فالذي يمنع التصحيح والتضعيف فقوله مرجوح، والحمد لله. فأنتم ترون أن من كان أهلا للتصحيح والتضعيف فقوله مقبول. من بعد ابن الصلاح كثير ما حصل، مثل ابن كثير والذهبي وهكذا من بعدهم،
وفي زماننا هذا الشيخ الألباني كم صحح وكم ضعف، وقبل العلماء منه التصحيح، فهو كغيره، وإن يعني كغيره من العلماء يعني قد يخطئ في بعض الأحاديث سواء صحح أو ضعف، لكن تضعيفات الألباني نادرا ما يتعقب عليه. تضعيفاته إذا ضعف سبحان الله ما لا تكاد تجد مدخلا عليه إلا في أحاديث نادرة، مثل أنه مثلا يرد أحاديث عنعنة قتادة، عنعنة الحسن. بعض الأحيان من أهل العلم من يقبل العنعنة في الحديث لهذين العالمين إذا لم يرى العلماء يضعفونه كشيخنا مقبل. وعلى كل التصحيح والتضعيف جائز لمن كان أهلا لذلك، لمن كان أهلا لذلك عنده معرفة بقواعد المصطلح وتراجم الرواه يستطيع يرجح، فهذا جائز له أن يحكم على الحديث بما يستحق من الصحة أو الضعف أو الحسن أو صحيح لغيره أو حسن لغيره، وهكذا، والله المستعان. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد جمع الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختارة ولم يتم. كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم، والله أعلم. ضياء، كتاب الضياء للمقدسي رحمه الله، بعض الأحيان الألباني ينقل منه ويستأنس بتصحيحه، فعلى كل بعض الأحاديث هي ضعيفة عنده يعني انتقدت عليه، لكن أحاديث المختارة يعني يستأنس بها طالب العلم، إلا أن يرى ضعفها فنعم، فيرجع إلى من جاء بالحجة بأنه حديث ضعيف، ويقبل إذا رأيت السند صحيحا أو ظاهره الصحة وصححه مثلا بعض المتأخرين أو المتقدمين، فتستأنس بهذا لا بأس. نعم. وقد تكلم الشيخ ابن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال: وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل بالقضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من التي فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. رحم الله بن الصلاح، هو قال إذا لم نجد من يصححه فلا نحكم عليه بشيء، هو ضعيف يعني. فها هو الآن اجتهد رحمه الله، فابن الصلاح رحمه الله يتكلم على مستدرك الحاكم. مستدرك الحاكم واسع الخطو في شرط الصحيح، يعني هو متوسع، مع أنه انتقد عليه في هذا التوسع، فربما يقول على شرط الشيخين وليس كذلك، بل يكون ضعيفا، بل يكون وربما قال صحيح الإسناد ويكون حديثا موضوعا، أو يذكره في المستدرك ويسكت عليه راضي أنه صحيح وهو حديث أيضا ضعيف. لكن قول ماذا قاله متساهل بالقضاء أي بالحكم على الحديث، قال فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة، فإن لم يكن صحيحا يعني رأينا السند أنه صحيح فهو حسن يحتج به. وهذا قول غير صحيح، بل هناك أحاديث لم يصححها العلماء بل ضعفوها، وهي في مستدرك الحاكم. طيب، وللذهبي تعقبات جيدة، ذهبي له تعقبات جيدة رحمه الله،
ولشيخنا مقبل أيضا تعقبات جيدة. شيخنا يقول هنا رحمه الله تعالى: قوله كان بعض الحفاظ من مشايخنا، هذا يتكلم ابن كثير يعني. قال: قيل هو شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: قوله فالأولى أن يتوسط في أمره فما لم نجد فيه صحيحا إلى قوله توجب ضعفه. قال المعلق رحمه الله: ونقل الحافظ العراقي عن بدر الدين بن جماعة قال: يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف، وهذا هو الصواب. ونحن نقول كذلك هو الصواب الذي يسكت عليه أو لم يتكلم عليه الحفاظ بصحة ولا ضعف، فننظر في السند، فما استحقه السند حكمنا عليه. ولشيخنا مقبل كما سمعت الذي لم يتكلم عليه الذهبي والشيخ يراه، فإن رأى به ضعفا تكلم عليه، وإن رآه صحيحا سكت عليه أو هو حسن. فالشيخ من شرطه أنه رحمه الله يتتبع الحاكم، فإن رأى الذهبي نبه على الضعف الحديث ضعيف ونبه عليه الذهبي، الشيخ يمر ما يحتاج أن يتكلم. وإذا رأى الشيخ أن الذهبي سكت والحديث ضعيف تكلم عنه. هذه فائدة طيبة. والكتاب كتاب شيخنا مطبوع ولله الحمد. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله وابن كثير: قلت في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة، فيه الصحيح المستدرك وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم، وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا. وقد اختصره شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله وجمع فيه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب 100 حديث، والله أعلم. أقول نعم، استدرك الحاكم قد خدم الآن مرتين. الذهبي له تعليقات كما سمعت وتنقية، وتبعه أيضا شيخنا مقبل، فالفائدة الآن كبيرة الحمد لله. يعني وبين ذلك كله، يعني أكثره رحمه الله، وفاته شيء. الذهبي فاته شيء، لأن شيخنا مقبل كان يقول الذهبي أصلا لم يلتزم أن يبين كل حديث في المستدرك أهو صحيح أم ضعيف، وإنما كأنه كان يمر عليه فما جرى به القلم وذكره سطره وكتبه، وبعض الأحيان يسكت عليه وهو ضعيف. وكما سمعت شيخنا وجد من هذا كثيرا أيضا، والله المستعان. الموضوعات قريب من 100 حديث، أما ما هو ضعيف خفيف الضعف فربما يكون يعني أكثر من 100 حديث. أصلا الحاكم قد أورد فيه أحاديث كثيرة، وبعضها في الصحيحين، لكن هي ليست بالكثيرة أو في أحدهما، والأحاديث الضعيفة أيضا موجودة، والله المستعان. نعم. ويحكم على طالب العلم، مثلا طالب العلم إن كان قويا في البحث لا بأس له أن يصحح بعد الشيخ مقبل وبعد الذهبي، فإن وجد حجة للضعف ذكر، ما في بأس، كل يؤخذ من قوله ويرد، وفوق كل ذي علم عليم.
ولكن الله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: موطأ مالك. تنبيه: قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنما قاله، قال شيخنا، إنما قاله قبل البخاري ومسلم. أي نعم. وقد كانت كتب مصنفة. نعم شيخنا، نواصل. نعم تفضل. وقد كانت كتب مصنفة في ذلك الوقت في السنن لابن جريج وابن إسحاق غير السيرة، ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي، ومصنف عبد الرزاق ابن همام وغير ذلك. وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث. قال رحمه الله تعالى ابن كثير يقول: تنبيه. قول الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله تعالى أبو عبد الله، لقب بناصر السنة، وكان من أفقه أهل زمانه. الإمام أحمد رحمه الله استفاد منه كثيرا في باب الفقه والعلم والناسخ والمنسوخ، وهذا من حفظ الله لدينه. قال: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا، حتى انظر عبارته: أكثر صوابا. نعم، من كتاب مالك. الإمام مالك رحمه الله في موطئه يعني أكثر من البلاغات والمراسيل والأقوال، أقوال الفقهاء، وأيضا هو نفسه يختار أو يذكر شروحا كثيرة للحديث، بخلاف يعني كثير من السنن، كثير من أهلها لم يخلطوا فيها. فصحيح مسلم مثلا، مسلم لم يعرج إلى المعاني ولا إلى التراجم. أما البخاري رحمه الله تعالى فأتى بفوائد طيبة في صحيحه مع صحة الإسناد، ونادرا، هنا عكس ما يكون الحديث ضعيفا، نادرا عند البخاري أو عند مسلم. فاعتذر للشافعي بأن كلامه هذا قبل أن يولد البخاري وقبل أن يولد مسلم رحمهم الله، أو يعني قبل أن يؤلف البخاري ومسلم هذه الكتب المفيدة. نعم. كتاب ابن جريج وكتاب ابن إسحاق السيرة، يقول هناك غير السيرة، لكن فيما ما أعلم أن كتاب ابن جريج مطبوع الآن، إلا أن علمه موجود في الكتب المعروفة في الصحيحين وفي السنن وفي أيضا المسانيد، فأخذ علمهم بحمد الله وفرق بين العلماء. ولو وجد هذا الكتاب لكان فيه خير كثير أيضا، الله المستعان. أما السيرة لابن إسحاق موجودة، ويقول له كتاب في السنن، لكنه عنده تدريس، والله المستعان. يقول شيخنا رحمه الله تعالى: ابن جريج وابن إسحاق معاصران للإمام مالك، ولعل أبا قرة أيضا الذي هو، ولأبي قرة موسى بن طارق، قال هو الزبيدي من اليمن. وأما عبد الرزاق فهو متأخر عنه، يروي عن راو عنه عن ابن جريج يعني، وهذا يرد على بعض المستشرقين وأذنابهم من العقلانيين الذين يقولون السنن هذه لم يكن السلف يعني في القرون المفضلة يكتبون، وهذا ضلال وكلام باطل، بل قد كتب العلماء كما سمعت مالك
بينه وبين النبي 2 أو 3. مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني بينه وبين النبي 2، وقد يأتي 3. نعم، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. هذا مالك. كثيرا ما يحصل لمالك يعني راويان أو 3 إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسانيده صحيحة إلا ما ندر ولله الحمد والمنة. فكلام الشافعي كلام صواب والحمد لله. نعم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه، فلم يجبه إلى ذلك. وفي نسخة: وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف، وقال: إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها، وقد اعتنى الناس به الموطأ وعلقوا عليه كتبا جمة، ومن أجود ذلك كتابا التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر ابن عبد البر القرطبي المالكي رحمه الله. هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد في مسندة، هكذا كتبت، مسندة إلا على ندور. نعم. نعم. المنصور رحمه الله كان إمام المسلمين في ذلك الزمن، وكانوا يهتمون بالعلم، فرأى أن مالكا يعني إمام مشهور في المدينة النبوية، فاجتهد وقال: نجمع الناس على هذا الكتاب. ولعلم مالك وورعه وإنصافه كما سمعتم ما فرح وقال: يعني أؤجر أنا ويستفيد الناس من كتابي وكلامي، بل قال: إن الناس قد تفرقوا. وصدق. نعم، ما يستطيع أحد يحوي جميع العلم. طيب، وكما يقول عمر بن عبد العزيز: ويعني وما كنت يعني أفرح أنهم لا يختلفون في مسائل، فاختلاف الفقهاء في بعض المسائل يعني يعلمك كيف الاستنباط، وهذا يستنبط ويرد هذا على هذا، ففيه مسائل طيبة كل يصحح ما أخطأ يعني غيره فيه، ما أخطأ غيره فيه. فالمتأخر يأتي أو المساوي الذي هم في زمن واحد ويصححون ما أخطأ العالم قبلهم أو في زمنهم، فهذا كما سمعتم خير كبير. لعظم الموطأ اهتم العلماء بشرحه وبماذا وتنقيحه، وأحسن كتاب فيما يظهر كما قال أجودها التمهيد لابن عبد البر، وكذلك أيضا الاستذكار. والاستذكار عباراته سهلة وهو ميسر، البحث فيه أيسر من التمهيد، وجزاه الله خير الجزاء لما بذله. فابن عبد البر كان حافظا فقيها يسوق يعني اختلاف أهل العلم ويرجح، فجزاه الله خير الجزاء على ما قام به في هذا الكتاب، ولم يزل العلماء إلى اليوم يستفيدون منه. إلى هنا بارك فيكم. نعم شيخنا، جزاكم الله خيرا شيخنا، وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. نعم.